ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضل. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ الحمد لله، الله يخليك. بقول لحضرتك انا يعني عايشه مع جوزي. بص، يعني هو بيخلي ابني انا يهمني ويغلط فيا. تصرفاته مش كويسه معايا، فانا عايزه اعمل اجراء ان انا يعني اخد الشقه وانا قاعده فيها. انا مش عارفه ده يحصل ولا. يعني حضرتك اوريدي مقيمه معاه في نفس الشقه؟ طيب. بس انا الفكره ان انا معايا بنتي عندها اعاقه، كمان اعاقه سمعيه، فالمدرسه بتاعتها هنا في الجيزه. المدرسه اللي هي الحكوميه، والمكان اللي بتاخد فيه تخاطب هنا في الجيزه. انا ما اقدرش اروح عند اهلي. تمام. وان انا ابعد، انا لو بعدت طبعا هيبقى في بيت عيله، ولا اقدر اخرج ولا اروح ولا اجي كده. مش هقدر ان انا اراعي بنتي في حته التخاطب ولا المدرسه. بنتك سنها قد ايه يا استاذه؟ وكمان هو بيسلط عليه ابني، بيخلي ابني يضايقني. بنت حضرتك قد ايه وابنك قد ايه يا استاذه ناهد؟ نعم. اولادك قد ايه؟ الولد 20 الكبير، والصغير ده 15 اللي هو باباه يعني بيتفقوا عليه هما الاثنين، والبنت 10. هي كده لسه حاضنه برضه. لسه حاضنه. هو السؤال بقى هنا، حاضر هحاول اجاوب حضرتك. هجاوب حضرتك يا استاذه ناهد. هو السؤال بقى هنا، واحده زي الاستاذه ناهد دي ابنها 20 سنه وابن تاني 15 سنه وبنت 10 سنين. طيب هل بقى هي لو انفصلت عن جوزها هتقدر تصرف عليهم؟ هي دلوقتي بتسأل على جزئية الشقة. طب هي حاضنة للبنت ديت لغاية السن القانوني، طب وبعد السن القانوني؟ المشاكل ديت هنقابلها كتير قوي في مجتمعنا. تمام. هنقابل حياة بقت أصبحت ما بين اتنين شبه مستحيلة. بس السؤال، طب هو الانفصال هو الحل؟ طيب ولو الانفصال هو الحل، طب هتقدري ان انت تمشي الحياة بعديه؟ موضوع الشقة كلنا عارفين ألف بالقانون. هتروحي تعملي محضر انه طردك بره مسكن الزوجيه، هتتمكني انت وهو. طب بعد ما تتمكني انت وهو هترفعي عليه قضيه طلاق ولا قضيه خلع عشان بعد كده تتمكني لوحدك؟ طب وضع الشقه هل هي ايجار ولا هل هي تمليك؟ حاجات كتير ما نقدرش نحكمها في قاعده واحده، وفي نفس الوقت كل مشكله ملابسات معينه غير المشكله الثانيه. لكن المشاكل من دي لا كتير جدا.